ازيكم يا اولاد؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الاوردرات بتاعت النهارده ده ابو 200 جنيه يا اولاد. العرض ابو 200 جنيه 3 حبات كيلو. ده ابو 200 جنيه. صلاة النبي احسن. هو عامة الحمد لله يعني باينه شويه كده قطعي، والباقي حد اخدهم يرزق فيهم. ام محمد ربنا يبارك لها اهو. بس انا هفتح لكم من سنجبز انطر ده عشان يعني كلتي في ست كتير. تمام، تعالى نشوف ايه نظام. تعالى يا اولاد. ده العرض ابو 200 جنيه. تمام، ابو 200 جنيه. العرض ابو 200 جنيه 3 حبات كيلو ان شاء الله ربنا المعين. وهنجيب تاني النهارده بكره شغل، واعمل لكم عروض كمان. وعندي السردين، عندي السردين يا حبايب ب 100 برضه، اللي 12 حبايه كيلو. وعندي الرنجه الاربع حبايه كيلو برضه ب 100 جنيه. احلى عروض في الدنيا والله، والله احلى عروض. بسم الله. فتعالى نفتح كده اهو، ونخش في قلب الزبده ونقول بسم الله، ونشوف ايه الشغل ابو 200 جنيه، اخباره واحلامه واوكاته وحاجاته. احلى لقطه اللي بيصور معاهم مؤنس بقى. انتوا عارفين يا جدعان شغلانتها بقى التصوير والمونتاج والحاجات. اللي عاوز يعمل يا جدعان كروت، اللي عايز يعمل اي حاجه للمحل بتاعه، زي الكارت، زي اللوجو، زي بتاع اليافطه، اليوفط، الكلام اللي بالكم منه ده، يكلمها. هي بتعمل الكلام ده يا جماعه باقل الاسعار، وربنا يرزقهم الجميع. دي يا جماعه 3 حبات كيلو، بس دي اقل من 3 حبايات. دي اقل من 3 حبايات، يعني دي ال7 حبايات 2 كيلو. السمكه دي يعني ال7 حبايات من مقاس السمكه دي 2 كيلو. تمام، صغيره شويه يعني، بس ما يمنعش ان هي فيها كتل لحم. نبص بص كده على كتل اللحم عشان ما حدش برضه يقول ايه السمك وما السمك، ومحدش بيقول حاجه. والله الناس كلها خير وبركه، بس بوريكم بس الحجم. شايفين تخنة السمك واللحم؟ هنا ده الشغل بتاعنا يا جماعه، ده الشغل بتاعنا. يعني صغير كبير لازم يتخدم، ولازم ياخد كفايته من السوى، ولازم ابو رجب يطلع ايه الخبره فيه، اللي هي الخبره الايه الشخصيه بتاعته، مش بتاعه القناه بس. لان الحمد لله احنا لنا خبرتنا ولنا جودتنا ولنا ايه نفسنا في الشغل. وطبعا انتوا احسن الناس، وانا عايز ربنا يتم المعروف والمحبه ويرزقنا ويرزقكم. ده سمك دلع، ده سمك دلع يا جماعه. تمام، يعني هنقول اللي عنده الضغط زي حالي ياكل منه، عنده سكر ياكل منه، طفل صغير ياكل منه. بكره اللي عنده الضغط ما ياكلش منه بكره. اذا يحط زيت وطحينه وكده. بس انا والله عندي الضغط والسكر وباكل منه لما كمان اسبوع، لان هو حلويته طبعا مش هيبقى زي ما انتم شايفين فص زبده زي ما انتم شايفين. بس يعني انا ايه ما بحبش اهول عشان خاطر بس ما اخوفش الناس، او ابقى انا سبب يعني في ان الناس تقول لك ايه ده حرق بلاش ناكل منه، او مش عارف ايه. يعني خلينا في الامان. انما انا والله عندي الضغط والسكر وباكل منه، ما هوش حرق حرق يعني. لكن في ناس بتحبه ني خالص، انا ما اعرفش اطلعه ني خالص دي. لو ني خالص دي بيبوظ، لو ني خالص دي يطلع يبوظ عدل، يمرر ويعفن ويعمل حاجات كده مش كويسه. انما انا بطلعه اخد سواه شبعان. تمام، دي ابو 200 جنيه 7 حبات 2 كيلو، او 3 او 6 حبات 2 كيلو. تمام، ب 200 بس. ان شاء الله ربنا يقدرنا ونعمل عرض كمان زيه. والرنجه ب 100 والسردين ب 100. سردين تحفه التحفه اهو. لسه هفتح على، لو عايزين افتح عليه بالمره هوريهم. تعالوا معايا اوريكم السردين. بصوا يا حبايب، ده يا حبايب السردين. تمام، ده السردين اهو بسم الله اهو. ده معمول امبارح، والله العظيم معمول امبارح. الطريقه اللي بشتغل بقى في السردين يا حبايب، بشتغل نفس الفسيخ بالظبط. يعني بحط نفس التحويجه، نفس الشغله، نفس كل حاجه. والله معمول امبارح. طبعا لو اي حد تاني من حبايبنا اللي بيشتغلوا يقول لك ازاي معمول امبارح وتفتح عليها النهارده، اقول لكم ده انا احمد ابو رجب شغلتين، ما بشتغلش حاجه تانيه. السمكه مشكشخه زيها زي الفسيخ اهي. شايفين ورمه ازاي اهي، حتى مطلع الفجر صلاه النبي. بس انا قلت اوريكم. طبعا انا فتحت عليه، في غيركم هيستغرب ده فتح عليه ازاي وازاي. انا بفتح على عادي شغلتي، والحمد لله عارف انا بعمل ايه. بس مش بقول كده ان كلكم تعملوا زيي وتيجوا تفتحوا على شغلكم، لا، خليكم زي ما انتم متعودين، عشان خاطر انا عارف انا بعمل ايه. لا ضرر ولا ضرار. هفتح لكم اهي. دي دلع جدا جدا، انا معمول امبارح بقول. تمام، بسم الله.
هو سمك زبده الزبده، بس ما يتاكلش النهارده لسه دلع، ولكن ما يمنعش ان نفتح لكم حبايه، مش اشكال نضحي بيه، لكن هو دلع في السمنه بتاعته معرق بطارخ اهي. بس طبعا الكلام ده مش باين قوي عشان خاطر السمك سمين، فالبطروخ مندخش في ده البطروخ بتاعه اهو. تمام. والسمك ايه لسه جديد خالص، دلع ما يتاكلش النهارده، يتاكل بكره يتاكل زي الفل، لكن ما يمنعش اننا نفتح منه النهارده اهو. احلى سردين لاحلى ناس في الدنيا، ربنا يوسع عليا وعليكم. وتعالى كده يا ام انس اهو. يا اولاد ده ب 100 جنيه دي، ال 12 حبايه كيلو. متخيلين الوضع يا اولاد؟ متخيلين يعني الكلام اللي انا بقوله ده؟ السمك لسه جديد ودلع وقشطه فسيخ صغير وفسيخ صغير. ايوه السردينه زي الفسيخه الصغيره فعلا، وبالحلويات والجمال ده وب 100 جنيه بس. تخيلوا بقى ابو رجب بيحبوكوا قد ايه؟ احمد ابو رجب يعني، عشان ابو رجب كتير. تمام. طب يا حبايب ده برضه الرنجه بتاعتنا زي ما انتم شايفين، ان 4 حبات كيلو، والفسيخ زي ما انتم شفتوه، والسردين زي ما انتم شفتوه. دي الاوردرات يا جماعه، وبقت في الثلاجه والله، بس طبعا انا غسيسها في الثلاجه، ممكن اوريها لكم برضه في الثلاجه. ممكن يا الناس كده اللي لسه ما طلعش ده يا ولاد، اللي لسه ما طلعش اهو ما شاء الله. برضه في حاجات اتوزعت وحاجات لسه. طبعا انا بود بالمكنه بتاعتي، فالموضوع مجهد قوي والله، مش جايب همه. اللي بيطلع لي كده بيروح في البنزين بتاع المكنه، ولكن مش اشكال يعني. هو انا اصلا بتاع جمله، ولكن لما بيطلب مني قطاعي هنا عندي هنا في دمياط ما ينفعش اقول لا طبعا. تمام. فصباحكم فل ان شاء الله. و لايكاتكم بقى، اللايكات يا اولاد عشان يعني الفيديو يتعرف. لايكات بالله عليكم. يلا. تمام. مساء الفل عليكم، ربنا يرزقكم. المهم اللي هيعوز بقى اوردرات تاني، او هيعوز اللي هو العرض ابو 100 ابو 200 جنيه، معانا يا جماعه عرض ب 400 جنيه تحفه. عرض ب 400 جنيه تحفه. كيلو فسيخ، كيلو سردين، كيلو رنجه ب 400 جنيه. العروض ان شاء الله هحاول اعملها لكم يوم السبت، بس انتوا بقى تفاعلوا معايا وحاولوا ان انتم تطلبوا اوردراتكم يعني كمان يوم او 2 عشان اقدر احدد الكميه. تمام. ما اجيبش كميه قليله وارجع نحتاج زي ما احنا حصل لنا كده في الوجبه دي. تمام. فانتم هنزلكم ان شاء الله، ما نسيت انزلكم فيديو النهارده باذن الله، وتطلبوا العرض ب 400 عباره عن كيلو سردين وكيلو رنجه زي ده كده وكيلو فسيخ زي ده كده. تمام. يتراوح الكيلو الفسيخ من 7 حبايات 2 كيلو، و6 حبايات 2 كيلو. الفسيخ بتاعنا يا جماعه ب 200 جنيه ده، الكيلو بتاعه عامل 200 جنيه. يتراوح ال 2 كيلو 6 حبايات، او ال 2 كيلو 7 حبايات، والرنجه 4 حبايات، والسردين من 12 ل 13 حبايه كيلو. ب 100 السردين، ب 100 رنجه، ب 200 الفسيخ. اشوفكم على خير في عروض جديده. دعواتكم ولايكاتكم، وشيروا الفيديو يا جماعه بالله عليكم، ونتفاعل مع بعض عشان اقدر برضه افيدكم. تمام. وتمليح الشيطان ان شاء الله جاي عليكم اليومين الجايين، انتظرونا ان شاء الله في اقوى ان شاء الله تمليح، واحسن تمليح، واسهل تمليح للشتاء الجاي.